السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معاكم هدى محمد، والنهاردة هنعمل مع بعض وصفة تحفة جدا تنفع للعزومات، لعيد الميلاد، للأفراح، للنادي. ميني بيتزا خطيرة جدا، بطريقة جديدة. هنعملها بصوص الرانش وهنعملها بصوص الطماطم العادي. وسبق وعملت لكم منها قبل كده من نفس العجينة بيتزا كبيرة زي ما انتم شايفين كده، هسيب لكم الفيديو بتاعها في صندوق الوصف. وكانت العجينة بتاعتها وهمية، تحفة وطرية وجميلة كده، وبتقعد معاكي باليومين والتلاتة. أهم حاجة تحطيها في علبة مقفولة. يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول ونبدأ وصفتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هبدأ أعملها هي صوص الرانش. هعمل صوص الرانش. الصوص ده من الصوصات الحلوة قوي اللي بتتقدم في المطاعم، ودلوقتي بيستخدموها توبنج للبيتزا بدل صوص الطماطم. أنا هنا استخدمت 3 معالق من المايونيز، عليهم 3 معالق من الزبادي. تقدري تحضري المايونيز في البيت، حضرناه قبل كده مع بعض من غير بيض، برضه هسيب لكم الفيديو بتاعه لو انتوا عاوزين. وهقلب كويس الزبادي مع المايونيز، وبعدين هحط الملح والفلفل وبصل بودرة وثوم بودرة. ولو عندك شبت مجفف وبقدونس مجفف هتحطي، ما عندكيش زي هتحطي فريش. وطبعا تقدري تعملي الشبت والبقدونس مجففين في الميكروويف، بتقطعي الورق بس وبتحطيه في الميكروويف في مدة دقيقة، وبعدين تطلعيه وبعدين تعملي دقيقة تاني، وبعدين لغاية لما تلاقيه الورق بتاعه نشف، بتفركيه بين ايديكي وتحطيه في برطمان وتحتفظي بيه. بصراحة نكهته بتبقى تحفة جدا في المكرونات والصوصات. يلا بقى بينا نبدأ نعمل العجينة مع بعض. معايا هنا لبن رايب زي ما انتوا شفتوا كده، فيه كتل كده. انا ده هضربه في الخلاط عشان يتجانس كله مع بعضه. معايا نص كيلو من الدقيق، معلقة من الخميرة، معلقة من الخل، رشة من الملح. هحطهم على بعض واقلب كل المكونات الجافة مع بعضها، وهضرب اللبن في الخلاط اللي هو الرايب علشان خاطر كده يتجانس كله مع بعضه. وحطيت معلقتين من الزيت الاول هدوبهم مع العجينه، وبعدين هنزل باللبن الرايب زي ما انتوا شفتوا كده بالطريقه دي، عشان يكون متجانس كله مع بعض ومفيهوش حبه كتل والسوائل منفصله عنه هكذا. هلم العجينه بتاعتي كويس زي ما انتوا شايفين كده، بتلزق على خفيف. هاخدها على الرخامه واعجن فيها بقى كويس. انا محتاجاها تكون بتلزق خفيف، ما تكونش ناشفه منك علشان تبقى طريه معاكي. دي العجينه بتاعت البيتزا الكبيره اللي عملتها، هي نفسها العجينه دي، بس انا ضفت في العجينه معلقتين من السمسم علشان بتدي طعم حلو قوي للعجينه بتاعت الميني بيتزا، والاولاد يحبوها. هسيب العجينة بتاعتي تخمر بقى، قعدت ساعة في مكان دافي او في فرن البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده. هنهبط بقى التخمير بتاعها زي ما انتوا عارفين. نشيل العجينة بتاعتنا من الطبق، وبعدين هنقطعها عشان نشتغل فيها. تقدري تشغلي الفرن بتاعك 10 دقايق وبعدين تطفيه، وبعدين تحطي الطبق بقى بتاعك متغطي جوه الفرن. ده بيساعد على التخمير اسرع ولو احنا في الشتاء يعني. انا قسمت العجينه بتاعتي ل4 كرات، هبدا احطهم تاني في الطبق واغطي عليهم عشان مفيش حاجه تنشف، وهاخد كوره كوره واشتغل فيها وافردها زي ما انتم شايفين كده. افردي على شويه رشه من الدقيق او مسحه من الزيت براحتك اللي انت عاوزاه. وكل ما نريح العجين اكتر كل ما يتفرد معاكي اكتر. يعني المفروض ان انا بعد ما قطعتها ال4 كور دي اسيبها حوالي 10 دقايق عشان لما افردها تتفرد معايا بسهوله زي ما انتم شايفين كده. بعد كده فردتها بسمك حوالي نص سنتي زي ما انتم شايفين كده او سنتي. بصوا قطعتها بقى بالكوبايه لدواير كده عشان تبقى الميني بيتزا كلها شبه بعضها وكلها في مقاس واحد. تقدري تعمليها كور صغيره وتفردي، بس برضو دي بتاخد مجهود اعلى. انا بفرد قطعه واحده واقطعها بالكوبايه وخلاص، وبعدين بنلم البواقي بتاعه العجينه دي على جنب وهنسيبها ترتاح شويه، وبعدين هرجع افردها تاني واقطعها برضو بالكوبايه بنفس المقاس علشان يكون عندي كل الميني بيتزا بتاعتي بنفس المقاس. فردتها حطيتها بقى ورصيتها على صاج مدهون بمسحه من الزيت. وبعدين هكمل باقي الكميه بتاعتي بشكل تاني. خليتها قطعتها بالقطاعة كده بتاعت البيتزا. هقطعها مربعات ليه؟ علشان بس اميز اللي بصوص الرانش من اللي بصوص الطماطم بس مش اكتر. انما لو انتوا تقدروا تعملوا كلها بنفس الشكل او بنفس المقاس. بعد كده بقى هجيبها الميني بيتزا بتاعتي وهخرمها بالشوكة زي ما انتم شايفين كده، علشان انا مش عايزاها تقب مني، هي مش قرص، هي بيتزا.
فتقدري تعملي لها حرف كده من على الجناب وتخرمي في النص بس، او تقدري تخرميها زي ما انا عملتها كلها كده. جهز الحشوات بتاعتي وصوصات التوبنج بتاع الوش. معايا التوبنج اللي هو صوص الرانش اهو زي ما انتم شايفين، هحطه على المدورة، وصوص الطماطم هحطه على المستطيلة. طبعا والله يا جماعة بدون مبالغة، طلع طعمها حكاية، اللي هي بصوص الرانش دي وبصوص طماطم كمان جميلة طبعا بس معتادة، بس الصوص الرانش كانت فكرته حلوة قوي وجديدة، وفي نفس الوقت طعمها خطير. هبدأ ادهن الصوص كده اللي هو التوبنج على الوش البيتزا كلها، وبعدين حطيت قطع من الفلفل الالوان، وبعدين قطع من الطماطم. باخد المكعبات الطماطم بس بشيل القلب بتاعها والبذر، لان انا عايزه القطع الجافه، ويا سلام لو في طماطم مجففه بقى بتبقى اروع واروع. ودي صلصه الطماطم بتاعت البيتزا. زي ما انتوا عارفين انا عملت صلصه سهله كده، عباره عن شويه كاتشب على شويه صلصه ورشه سكر ورشه زعتر وملح وفلفل وبصل وتوم بودر على البارد كده، قلبت كله مع بعضه زي ما انتوا شايفين. ادتني صلصه الطماطم صلصه البيتزا الجاهزه دي. هحط بقى زيتون في كل واحده كده قطعه من الزيتون، وهحط بقى الفلفل الالوان برضو والطماطم زي ما انتوا شايفين. بصوا التوبنج ده براحتكم خالص، وانتوا وذوقكم فيه، وانتوا امكانياتكم اللي موجوده عندكم فيه واللي بيحبوه اولادكم. هبدأ بقى ادخل الصاجات بتاعتي الفرن. فرن ساخن مسبقا على 200 درجة. بتخش البيتزا على فرن عالي يا جماعة، مش عايزينها على الفرن بارد عشان ما تنشفش منك. بتاخد بالظبط 10 دقايق في الفرن، ربع ساعة بالكتير بتلاقيها بالشكل الجميل ده. لو عندك مروحة هتشغليها الوش هيبقى حلو، ما عندكيش حطيها تحت الشواية دقيقتين بالظبط عشان الجبن بس اللي انتي حطاها على الوش تبدأ تسيح وتبدأ تمسكلك المكونات بتاعتك، وبتطلع بصوا ما شاء الله من تحت عاملة ازاي. بصراحة عجينة تحفة، يا رب تجربوها وتعجبكم. ما تنسوش بقى لو انتوا اول مرة بتشوفوني تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. سلام عليكم. فكرة نبتدي فيها حكاية، نمسك اللحظة هنا من يديها. فكرة الأماني بي معايا، انتشاركها سوا باللي فيها. لا حدود للأماني، لا قيود في زماني.